أول ما تدخل هتبقى في متحف فني مش فندق خالص، وهتلاقي صور ونوادر فنية ما كنتش تتوقع إنك تلاقيها في مكان زي ده. أما بقى الأنتيكات واللي بتوديك في زمن تاني مع صور الفنانين والمطربين الموجودين في كل حتة، مش هتصدق إنك في 2025 لغى الأوض وخلاها فيلل، وحمام السباحة اللي موجود حكايته حكاية. تفاصيل كتير جديدة ومختلفة تاخد العين لأي حد يشوفها في فندق عمرو دياب في الساحل الشمالي. يا ترى إيه الأنتيكات اللي مش موجودة في مكان ومحطوطة في لوبي الفندق؟ وحكاية الفيلل اللي ابتكروها جديد، ومعقول فعلا مفيش اوض ولا شاليهات؟ وهل فعلا سعر الليلة في الفندق خيالي؟ كل دي تفاصيل هتعرفوها في الفيديو ده، واستعدوا للمفاجآت. عمرو دياب مش عامل فندق بالمعنى المتعارف عليه، وده علشان هو قرر يغير كل التفاصيل اللي موجودة في أي فندق أو هوستل تاني. وبدأ أول حاجة من الأوض أو السويت اللي بيبقى موجود في أي فندق، وقرر إن الفندق هيبقى عبارة عن فيلل وبس، وكل واحد يأجر الفيلا اللي هو عايزها في الوقت اللي هو عايزه. والفيلل دي محافظ فيها على الخصوصية جدا، من أول ما تدخل من الباب بتاعها لحد ما توصل للبراندا. وطبعا الفيلل متوضبة على أحدث طراز، وفيها كل حاجة أي حد يتمنى يلاقيها، وكأنها ملكيتك الخاصة. ونيجي بقى لحمام السباحة اللي نظامه مختلف تماما، وكأنك في المالديف مش في مصر، برغم ان الفيلا ليها خصوصيتها، بس حمام السباحة مشترك لكل الفلل. وتخرج من باب البراندا الخاصة في الفيلا تلاقي قدامك حمام السباحة، وكل حاجة خاصة بيك جاهزة، من أول سراير البحر والكراسي والفوط وكل حاجة. والمنظر اللي هتقعد تتفرج عليه هيبقى كله مية وبس، ويا دوب بتاخد سلمين من الأوضة لحد حمام السباحة. ده غير بقى الكراسي اللي متظبطة للقعدات جوه حمام السباحة. مش بقولك كأنك في المالديف مش في مصر؟ تخرج بقى من كل ده هتلاقي نفسك في متحف فني ما كنتش متوقع أبدا إنك ممكن تشوفه، وده في اللوبي الخاص بالفندق، اللي طبعا في صورة كبيرة في المدخل لعمرو دياب، بس كمان هتلاقي صور لعبد الوهاب وعبد الحليم وأم كلثوم وسعاد حسني، وطبعا صاحبة المعزة الأكبر في قلب عمرو دياب سامية جمال، واللي ليها صورة مختلفة عن أي حد تاني، وكمان في مكان مميز. ده غير عمود مخصوص عليه اسطوانات بأسماء شركات الإنتاج زمان، واللي كانت بتقدم أغاني وأفلام. ورغم إن الهضبة ملك التجديد في كل حاجة والكل بيمشي وراه، بس هتلاقي على جنب في اللوبي جراموفون، واللي طبعا ماشي مع ديكور الاسطوانات القديمة اللي موجود. وفي كمان في اللوبي مكتبة فيها كتب من كل الدول وبكل اللغات، علشان يبقى قدم للي جاي يقضي عنده المصيف خدمة ما حصلتش ومش هتلاقيها في أي مكان تاني. والليلة بتبدأ في الفندق من 35 ل 70 ألف جنيه. انتوا ايه بقى رأيكم في الفندق ده واللي معمول فيه؟ شاركونا في التعليقات.